شلون تحد سكينتك على هذا المستحد؟ المستحد هذا ياكل من الحديد، بس وهذا حديد، شلون ياكل من الحديد؟ هذا المستحد ما يحد السكين ولا ياخذ من الحديد، هذا المستحد دوره يعدل حد السكين. انت من سكينتك عمية ما تنحد على المستحد. ايش ما تسوي اذا سكينتك حدها هنا الحد القاطع بهالشكل عريض وما بيها حد، ما تنحد على المستحد. ايش ما تسوي؟ لازم تحدها على الحجر حتى تطلع حد جديد، يعني لازم تبرده منها شوية ومنها شوية حتى توصل لنقطة تعادل، وبالتالي يصير عندك حد. لكن إذا سكينتك حادة بمرور الوقت من تستخدم السكين يصير حد السكين بميلان مثل هذه السكينة. شلون أعرف بميلان؟ هنا أنا من أخلي ظفري توقف، هنا أنا ظفري توقف، معناته السكين هذه صار بيها ميلان، فهذا الميلان يخلي سكينتك عمية، لكن تنحد على المستحد والمستحد يعدل لك هذا الميلان، فبالتالي تصير سكينتك حادة. هسه أنا عندي ميلان، سكنتي ما تقص الورق أبدا، ما تقص الورق. سكين بيها حد لكن حدها مايل، فنحد على المستحد على مود تتعدل الحد وتصير سكينتنا حادة. عندنا اليوم أشوفكم نوعيتين اللي هو اثنينهن من شركة أم السهم. عندنا هذا دائري وهذا بيضوي، هذا خشن وهذا ناعم. أولا نحد على الخشن لأن هو الأسرع والأعلى أداء، لكن ما ينطينا الحد اللي ينطينا الناعم. خلينا نشوف. هنا أنا توقف إيدي، توقف السكين، يعني المستحد يلزم لك حد السكين حتى يحد لك اياه. اكو يرغب هذا النوع من المستحدات اللي يكون خشن، واكو لا يقول هذا المستحد ما يفيدني. فهسه اني خلال الحد احس انه صار عندي اعتدال بالحد، صار عندي اعتدال. خلينا نشوف. ما شاء الله صار الحد رهيب. أما إذا أريد مستحد يكون سنه ناعم، مو مثل هذا المستحد هنا، هذا السنه خشن، أما هذا السن ناعم. سمعتوا صوت المستحد الخشن، وهسه اسمع صوت المستحد الناعم. من الصوت ماله واضح انه هذا المستحد ناعم. الخشن مستحد جدا راقي للي يدور مستحد سريع الاداء وهو مو احترافي ومو متعود على الناعم، لكن اللي يتعود على الناعم فما ننصح بالمستحد الخشن، لازم يستخدم المستحد الناعم. هذا سعره 66,000 دينار وهذا سعره 39,000 دينار. للطلب والاستفسار راسلونا واحنا بخدمتكم.